مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. جهود لمكافحه مرض الملاريا في القاش بركه. مبادرات التبرع الطوعي بالدم. نفير جماعي لزياده الانتاج الزراعي في اقرع. فرنسا ودول الساحل تعتزم تعزيز المكاسب في الحرب ضد المتطرفين. حصيلة وفيات كوفيد 19 بالولايات المتحدة الأمريكية تعاود في الارتفاع. بومبيو يحث مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أشار مسؤول مكافحة الملاريا في إقليم القاش بركة سيد إبراهيم يعقوب إلى تنفيذ أنشطة مكافحة الملاريا مع حلول موسم الأمطار إلى جانب جهود مكافحة وباء فيروس كورونا. وأوضح في مقابلة مع وكالة إيرينا وجود مخاطر انتشار الملاريا دوما في الإقليم عامة والمديريات التي يشقها نهري القاش وبركة والمناطق الحدودية مع إثيوبيا والسودان، ونظرا لذلك تجرى أنشطة رش المبيدات في المنازل والبرك ودفن الحفر وتوزيع الناموسيات للحوامل، مؤكدا أهمية استخدام الناموسيات للسيطرة على مرض الملاريا. وأشار إلى أن الأعمال تنفذ بواسطة وكلاء وخبراء الصحة ومدراء الضواحي ولجان القرى في المديريات مع الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي. وأوضح عن مساهمة الأبحاث والدراسات التي يقوم بها مختبر تسني حول البعوض المنتشر في إقليم القاش بركة للسيطرة على المرض. ودعا المواطنين لإزالة أماكن تكاثر البعوض مثل البرك والمياه الراكدة واستخدام الناموسيات. يقوم المواطنون بمبادرات التبرع الطوعي بالدم لتنمية محتوى بنك الدم. فقد قام أعضاء مكتب إدارة مديرية كازاباندا والخطوط الجوية الإريترية وطلاب مدرسة العلوم الاجتماعية بنقفة فريق دندنة بتبرع ب 186 كيس دم في الأيام الثلاث الماضية. وقال مسؤول التعبئة والمعلومات في بنك الدم الشاب كبراب قبرو أنه لا يوجد عمل نبيل أكثر من إنقاذ الحياة التي لا تعوض بالدم الذي يمكن تعويضه، داعيا المواطنين للتبرع بالدم سواء بشكل فردي أو جماعي أو مؤسسي. وأشادت رئيسة الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم السيدة ألم برهي بمبادرات المواطنين في مجال التبرع الطوعي بالدم في فترة وباء فيروس كورونا، وحثت بضرورة بذل الجهود المشتركة لترسيخ هذه المبادرات. قام سكان ضاحية أقرع بمديرية نقفة بتنفيذ نفير جماعي لصيانة البنى التحتية الزراعية في المنطقة، والتي اشتملت على صيانة الحواجز المائية ومجاري المياه بالمزارع التي امتلأت بالطمي. وأشار مدير الضاحية إلى تجهيزهم مساحة أكثر من 500 هكتار للتنمية الزراعية، وطالب المزارعون بضرورة الحصول على الدعم الآلي لإصلاح انجراف التربة وسط مزارعهم وصيانة الحواجز المنجرفة والمجاري التحويلية. قدم أصحاب البيوت بإقامة فعال إيجارات بيوتهم في الإقليم الأوسط واضعين في الاعتبار الأوضاع التي فرضها وباء فيروس كورونا. وفي هذا الإطار ألقت أسرة الأستاذ تدلى سبهاتو إيجار شهرين، وأسرة زودي بيتو إيجار شهر، وأسرة برهانة ولد سمايات إيجار شهرين، والسيدة ربكا هايلي من أمريكا إيجار 4 أشهر، والسيد هايلة تسقاي إيجار شهرين، وأسرة تسفى مريم عقبازقي إيجار 4 أشهر، والسيدة مازا قبر مسقل إيجار شهرين، وأسرة تسفازقي تولي إيجار 3 أشهر، والسيد تسفى قرقيش بعتاي إيجار 3 أشهر. كما ألقى السيد شامبل باشا فتوى هايلي إيجار شهرين، وأسرة باشاي تولى برهان أسفها إيجار شهر، وأسرة الشهيد العقيد حتقو هبتآب إيجار 3 أشهر، وإعفاء مستأجر واحد في شمانوغوس العلاي من الإيجار حتى زوال مرض كورونا. وألقى السيد أبرها الزاز زي إيجار شهرين في كوعاتيت، وأسرة بلاتا أبراهام أبراهتو إيجار شهر، والسيدة ترحاس دخلة من إيطاليا إيجار 3 أشهر، وسيدة يشارق أرعيا إيجار شهرين، والسيدة إلسا برهاني إيجار شهرين. وألقت أسرة برنبراس أسفاسيون يوهانس إيجار شهرين، والسيد تخليت أسفاسقي إيجار 3 أشهر في إمبادره، والسيد زمكيل تسفاقرقيش إيجار شهرين في إمبادره، والسيدة ماكدا هيلي من هولندا إيجار 3 أشهر. وألقى كلا من كحساي سمري وكداني أسمروم وزر أبروخ تسفى مكيل إيجار شهر، والسيدة إيدن برهاني من أمريكا، والسيد ستيفانوس محاري من أمريكا، والسيد جيتوم تسقاي، والسيدة تسقاي تسفاسيون، والسيد إيفان إلياس من أوغندا، والسيد تولى قبر هويت ألقوا إيجار شهرين، والسيدة فانوس سنغال من أمريكا إيجار 3 أشهر.
مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعربت دول الساحل وفرنسا في ختام قمة في نواكشوط عن عزمها على تعزيز المكاسب التي حققتها على حد قولها ضد المتطرفين في الأشهر الأخيرة، معترفة في الوقت نفسه بأنها تواجه تحديات ضخمة قد تعرقل تحقيق هذا الأمر. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات دول الساحل والقوات الفرنسية التي تساندها في محاربة المتطرفين نجحت في أن تعكس توازن القوى في منطقة الحدود الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث ركزت في الأشهر الأخيرة عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي. وخلال قمتهم أجرى القادة مراجعة للحملة التي أعادوا إطلاقها بعد سلسلة من الانتكاسات. وجمعت قمة نواكشوط إضافة إلى الرئيس الفرنسي قادة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وقد عقدت بعد نحو 6 أشهر من قمة جمعتهم في يناير بمدينة بوا الفرنسية. وكانت جماعات مسلحة قد صعدت هجماتها على قواعد للجيشين المالي والنيجري. وردت فرنسا بتعزيز قوات برخانة التي أنشأتها لمكافحة المتطرفين في غرب إفريقيا، والتي باتت تضم أكثر من 5000 عنصر بعد رفدها ب 600 عنصر إضافي مؤخرا. عودة الحصيلة اليومية لضحايا كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية في الارتفاع، سجلت البلاد 1199 وفاة إضافية بالفيروس خلال 24 ساعة حسب إحصاء حديث لجامعة جونز هوبكنز. وكانت الحصيلة اليومية للوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع، وهي لم تكن تتخطى منذ 10 من يونيو عتبة 1000 حالة وفاة. بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19 إلى أكثر من 131 ألف وفاة، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. كما سجلت في البلاد أيضا أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بالفيروس. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضب متزايد حيال الصين في ضوء الخسائر الفادحة التي تخلفها جائحة كوفيد 19 في العالم عموما وفي بلاده خصوصا. وأقر مسؤول الصحة الأمريكيون بأنهم لا يسيطرون على الوباء بالكامل، مبدين خشيتهم من حدوث تفشي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة. حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة على إيران قبل انتهاء العمل به، مما دفع روسيا إلى التنديد بالسياسة الأمريكية إزاء طهران، قائلة أن واشنطن تضغط بركبتها على رقبة الجمهورية الإسلامية. ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار لتمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى على أعضاء المجلس ال15، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض الفيتو أشارتا إلى معارضتهما للإجراء. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب أن لا يرفع الحظر عن إيران، حيث ينتهي الحظر في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015. واجتمع المجلس لبحث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خالصا إلى أن صواريخ كروز إيرانية المنشأ استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية خلال العام الماضي. أعلنت الشرطة الإيطالية أنها صادرت كمية قياسية من الإنفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليزنو في جنوب نابولي، وقيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو في السوق، متحدثة عن أكبر عملية مصادرة إنفيتامين على المستوى العالمي. وبحسب التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في 3 حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات. وأوضح المحققون أن الحبوب كان عليها ختم كبتاغون، وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات، وغالبا ما يستخدم من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال القتال. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.